السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع الأرقام من 1 ل100 باستخدام لغة C++ بطريقة سهلة. يلا بينا نبدأ دلوقتي نعمل المشروع بتاعنا خطوة خطوة. أول حاجة هنعمل create a new project، يعني هنفتح مشروع جديد. بعد كده هنختار console application علشان برنامجنا هيكون بسيط وبيشتغل على الكونسول، الشاشة اللي بيطبع عليها الأرقام. بعد كده هنضغط جو، بعد كده هنضغط next. هنا بقى هنسمي المشروع بتاعنا، أنا هسميه number loops. بعد كده هنضغط نيكست وفينيش. تمام كده المشروع بتاعنا جاهز. تلاقوا بقى على الشمال قائمة اسمها سورسز، جنبها علامة البلاس كده هنضغط عليها عشان نفتح الملفات اللي جوه. بعدين هنضغط على مين دوت سي بي بي، ده الملف اللي هكتب فيه الكود بتاعنا. يلا بينا بقى دلوقتي نبدأ نكتب الكود ونطبع الأرقام من 1 ل100. دلوقتي بقى لو عايزين نطبع الأرقام من 1 ل100 أو حتى من 1 لحد 1000، أكيد مش هنقعد نكتب بقى سي اوت الواحد وسي اوت الاتنين وسي اوت التلاتة كده واحدة واحدة، صح؟ الحل هنا ان في حاجة اسمها لوب او حلقة تكرار. طيب بقى اللوب دي يعني ايه؟ لوب معناها حلقة، يعني بنخلي الكمبيوتر يكرر حاجة معينة اكتر من مرة من غير ما نكتبها كل مرة. زي مثلا لما تحط كوباية مية في المكنة بتاع القهوة وتخليها تعمل اكتر من مرة. نفس الفكرة مع الاوامر. في C++ بقى في كذا نوع من اللوبز، بس الاشهر واللي هنعمله دلوقتي هو اسمه الفور لوب. تمام كده فهمنا يعني ايه لوب. دلوقتي بقى تعالوا نشوف ازاي نكتبها بلغة C++. النوع اللي احنا هنعمله دلوقتي اسمه فور لوب. تعالوا بقى نعرف شكله العام او السنتكس بتاعه بتتكتب ازاي. اول حاجة هنعملها هي هنكتب كلمة فور والاقواس بتاعتها، وده زي الباب اللي هيدخلنا جوه الحلقة اللي هتكرر الاوامر. يعني فور دي كلمة مفتاحية في C++، معناها ابدأ حلقة التكرار، والاقواس دي اللي وراها جواها هنحدد امتى تبدأ الحلقة، امتى تخلص، وازاي تتحرك خطوة خطوة. دلوقتي بقى هنيجي نكتب جوه الاقواس اول حاجة int number بتساوي 1. بعد كده كتبت السيمي كولون. الحاجة انت دي معناها انتجر او رقم صحيح. احنا الرقم اللي احنا هنشتغل عليه ده مش كسور، ده هيبقى ارقام صحيحة زي 1 و2 و3 وكده. كتبت نمبر، ده اسم المتغير بتاعنا، يعني الكمبيوتر هيخزن فيه الرقم الحالي اللي احنا بنطبعه. بعد كده كتبت فيه 1، ده معناه اننا بدأنا العد من 1. الرقم بتاعنا هيبدأ من 1، كل مرة الحلقة هتبدأ من هنا 1 2 3. يعني اعمل لي متغير اسمه نمبر نوعه رقم صحيح وابدأ قيمته من 1، يعني ابدأ العد من 1. وبكده الكمبيوتر هيعرف يبتدي التكرار من الرقم اللي احنا عايزينه. مثلا ممكن نبدأ من 5، مثلا ممكن نبدأ من الصفر، مثلا ممكن نبدأ من 20، اي رقم انت عايزه. بعد ما حددنا رقم البداية بنكتب بس سيمي كولون عشان نفصل بين البداية والشرط. دلوقتي بقى هنكتب الشرط بتاعنا. النمبر ده نفس المتغير اللي احنا عملناه قبل كده اللي بيخزن الرقم الحالي. كتبت بقى اصغر من او يساوي 100، يعني استمر في التكرار طالما الرقم الحالي ده اقل من او يساوي 100. ولو الرقم وصل لاكبر من 100 الحلقة دي هتوقف اوتوماتيك. يعني دلوقتي عرفنا نبدأ الحلقة ونعرف امتى هتخلص. بعد كده بقى نروح للجزء التالت وهو ازاي نزود الرقم بعد كل دورة. كتبنا بقى السيمي كولون، وده فاصلة بتفصل بين الشرط والتغيير زي ما فصلنا بين البداية والشرط قبل كده. كتبت number plus، ده معناه زود الرقم بمقدار 1 بعد كل دورة. يعني أول مرة الرقم هيبقى 1، بعد ما الكمبيوتر يطبع الرقم ده هيزوده لرقم 2 وبعدها 3 وهكذا لحد ما يوصل لل100. يعني كل مرة الحلقة دي هتخلص دورة الكمبيوتر هيعمل نمبر بتساوي النمبر زائد الواحد لوحده. دلوقتي أنا قلت نمبر بتساوي النمبر زائد الواحد، دي بالظبط اللي هي النمبر بلس. طيب الجملة دي بقى معناها ايه؟ خد الرقم الحالي وزوده 1 واحفظه في نفس المتغير النمبر ده. نفترض الرقم الحالي في نمبر هو الواحد، الكمبيوتر هياخد الرقم ده ويعمله نمبر زائد الواحد، يبقى 1 زائد 1 بتساوي 2. بعد كده هيخزن الرقم الجديد 2 ده في المتغير نمبر. الدورة اللي جاية هتشتغل على الرقم الجديد 2 تزوده 1 تاني هيبقى 3، وهكذا لحد ما نوصل للرقم اللي احنا محددينه في الشرط زي مثلا 100. يعني كل مرة الكمبيوتر بياخد الرقم الحالي ويزوده 1، وده اللي بيخلي الرقم يزيد تدريجيا داخل الحلقة. النمبر بلس اللي احنا كتبناها قبل كده هي اختصار لنمبر بتساوي النمبر زائد الواحد. كده بقى فتحنا الاقواس اللي هي كيرلي براكتس دي بعد الفور، دول بقى المحتوى اللي هيتكرر. يعني كل حاجة جوه الكيرلي براكتس احنا هنكتبها بايدينا اوامر
هتتكرر كل مرة الحلقة دي هتشتغل فيها. هكتب بقى سي اوت النمبر، ده بقى بيطبع الرقم الحالي اللي متخزن فيه المتغير نمبر. باك سلاش الان ده معناه انزل سطر جديد بعد ما نطبع الرقم عشان كل رقم يظهر في سطر لوحده. يعني كل مرة الحلقة دي هتشتغل الكمبيوتر بيطبع الرقم الحالي، بعد كده بيزيده 1 ويبدأ الدورة الجديدة وهكذا لحد ما يوصل ل100. تعالوا كده قبل ما نعمل رن خلينا كده نشرح المصطلحات المهمة جوه الفور عشان نفهم الكود صح. أول حاجة initialization، ده الجزء الأول جوه الأقواس، ومعنى الكلمة دي معناها البداية، وده بقى بيحدد رقم البداية للحلقة. في الكود بتاعنا كتبنا int النمبر بتساوي 1، يعني بنقول للكمبيوتر ابدأ الرقم ده من 1. هنا سيمي كولون وكتبنا condition أو الشرط، ده الجزء التاني جوه الأقواس، هو بيحدد امتى الحلقة تكمل وامتى توقف. في كودنا هنا كتبنا النمبر أصغر من أو تساوي 100، يعني بنقول للكمبيوتر استمر في التكرار طالما الرقم ده أقل من أو يساوي 100. بعد كده كتبنا increment التغيير، الجزء الثالث جوه الأقواس، هو بيحدد ازاي نزود الرقم بعد كل دورة. كتبنا number بلس بلس، أو ممكن كمان نكتبها number بيساوي number زائد 1، يعني بعد كل مرة تطبع الرقم زود الرقم 1 وابدأ الدورة الجديدة. دلوقتي بقى هنعمل run وهنشوف البرنامج بيشتغل ازاي. اضغطوا على زرار build and run، هتلاحظوا على الشاشة الأرقام بتبدأ من 1 وتوصل لحد 100. كل رقم بيظهر في سطر جديد زي ما كتبنا باك سلاش ان. شايفين البرنامج طبع الأرقام من 1 لحد 100 اوتوماتيك من غير ما نكتب كل رقم لوحده. يعني اللوب عمل شغله تمام وزود الرقم 1 كل مرة وطبع كل الأرقام خطوة خطوة. طيب دلوقتي لو الامتحان طلب مننا نبدأ من رقم معين، احنا نقدر نغير initialization في الحلقة. مثلا لو طلب منك تبدأ من الصفر هنكتب الصفر في البداية. شوفوا الجزء الأول انت النمبر بيساوي الصفر، ده معناه يبدأ الرقم من صفر بدل ما يبدأ من الواحد. هتلاقوه طبع الصفر لحد 100. تعالوا كده نوضح حاجة مهمة جوه الشرط بتاع الفور لوب، وهي علامة الأصغر من أو تساوي. لما نكتب العلامة أصغر من أو تساوي يعني البرنامج هيطبع الأرقام لحد ما الرقم يوصل 100 بالظبط. لو مثلا مش عايزين نطبع 100 نقدر نشيل علامة اليساوي ونكتب النمبر أصغر من 100. دلوقتي أصغر من بس، واللوب هتوقف قبل ما توصل 100، يعني هتطبع من 1 لحد 99 بس. يبقى أصغر من أو تساوي بيشمل الرقم اللي احنا محددينه، أما أصغر من بس بيوقف قبل الرقم اللي احنا محددينه، وبكده نقدر نتحكم في آخر رقم بيطبع حسب المطلوب. طيب في بقى طريقة تانية برضو نتحكم بيها في آخر رقم يطبع، وممكن ما نحطش اللي يساوي خالص. مثلا لو عايزين نطبع من 1 لحد 100، بدل ما نكتب النمبر أصغر من أو تساوي 100 نقدر نكتب نمبر أصغر من 101. علامة دي معناها أصغر من، واحنا كتبنا 101 يعني الحلقة هتشتغل لحد رقم 100 بس، لأن الرقم من 101 مش هيعدي الشرط. يعني بنفس الفكرة ممكن نتحكم في آخر رقم بأي طريقة نحبها، سواء باستخدام الأصغر من أو يساوي مع الرقم الأخير اللي احنا عايزينه، أو بأصغر من مع الرقم اللي بعد آخر رقم مطلوب. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نستخدم الفور لوب لطباعة الأرقام، وشرحنا البداية والشرط والتغيير بعد كل دورة، وكمان ازاي نتحكم في آخر رقم نطبعه. لكن دي مش الطريقة الوحيدة، في طرق تانية لطباعة الأعداد باستخدام اللوب هنتكلم عنها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. أتمنى تكونوا استفدتم كتير، وأشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله.